تعالوا بينا في فيديو جديد من فيديوهات التوفير. هنعمل مع بعض النهاردة برسيل جل أو جل الغسالات الهدوم أو الملابس يعني. هنعملها مع بعض بطريقة سهلة جدا وهنعمل كمية كبيرة بسعر بقى مش هقولك عليه التوفير بتاعه عامل ازاي. طبعا احنا عارفين ان أقل جل ب75 جنيه الكيلو. احنا النهاردة هنعمل حوالي 4 لتر، هنعملهم ب25 جنيه. طبعًا يعني فرق السعر خرافي. التُقل أديكم شايفينه، دي الرغوة بمجرد بس ما أنا باحطه باعبيه في الأزايز. شايفين الرغوة بس عاملة إزاي؟ في منتهى الجمال وبينضف حلو جدًا، جدًا، جدًا. والطريقة سهلة، أي واحدة فينا تقدر تعملها بسهولة، مش محتاجة يعني كيماوي ولا حاجة. بسيطة أوي، 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 هتعمليها في البيت بسهولة وهتوفّري جدًا وهتعملي كمية هتكفيكِ لوقت حلو أوي. يلا بينا نعملهم مع بعض، وأنا هحط لكم لينك البيج اللي بجيب منه في الكومنتات. شايفين الرغوة في منتهى الجمال. يلا بقى كل واحدة عايزة توفر تيجي هنا تتفرج على الفيديو للآخر علشان تعرف احنا هنعمل ايه بالظبط. تحفة بجد تحفة، تقيل جدا. شايفين القوام عامل ازاي؟ تقيل قوي ومش هياخد وقت خالص، والرغوة بقى ممتازة. ده كده قبل ما اسيبه شوية. انا هقول لكم بالظبط طريقة العمل. شفتوا الاول كان تقيل ازاي، دلوقتي هو لسه خفيف شوية لان لسه هسيبه. هنعمل ايه؟ هنجيب طبق او علبة كبيرة نحط فيها 4 لتر مية. تمام، مفيش اسهل من كده. 4 لتر مية، ما تزوديش، هو ده الكمية المعقولة. وهنجيب علبة جل دكتور كلين. انا هسيب لكم لينك الفيديو في الكومنتات تحت. العلبة بيبقى فيها كيسين، كيس فيه البودر وكيس فيه الجل. البودر ده اللي هو المادة اللي لونها أزرق، والجل ده مادة لزجة كده شوية، هي اللي هتعمل لنا في البداية الصابون. فهنحط عليه كده اهو، هنفتحه وننزل كل محتويات الكيس. هي بتنزل بسهولة جدا زي العجينة كده. هننزلها كويس قوي في 4 لتر مية. ما تسيبيش ولا حاجة في الكيس. وهنقلبها، ممكن تقلبيها بعصاية خشب وممكن تقلبيها بالمضرب اليدوي، وانا بصراحة بحب المضرب اليدوي جدا لانه بيخليها تدوب بسرعة ما بيسيبش اي حتة صغيرة او كلكوعة او حتة جل او حاجة. وهي اساسا بتدوب بسرعة، يعني هي مش تاخد في ايدك 5 أو 10 دقايق بالكتير قوي. هتلاقيها كلها دابت وبقت لون المية زي ما هو او غمق شوية، بس عمل رغوة وبس لسه خفيف ما تقلش. شايفين؟ مفيش بقى ولا حتة جل صغيرة. لما نوصل للمرحلة دي نقوم فاتحين الكيس اللي فيه البودر اهو. نفضي بقى كيس البودر عليها، نلاقيها اللي هي المادة الزرقاء اللي هتدينا لون. هو ريحته مش قوية لكن رغوته عالية جدا وبينضف. نقلبهم بقى كده كويس قوي قوي مع بعض لحد ما يتجانسوا خالص، ما يبقاش فيه اي بودرة في ارضية الطبق او الحاجة اللي انت شغالة فيها. تمام كده، انا قلبته كويس جدا. ومش هتستخدميه على طول، هتسيبيه حوالي ساعتين او 3 ساعات وبعد كده تبدأي تعبيه، هيبدأ يتقل بقى. يعني انت لما تسيبيه انت كده شايفاه دلوقتي خفيف، بعد كده هتسيبيه ساعتين 3 هتلاقيه بقى بدأ يتقل وزي ما كان في اول صورة اللي هو مركز. قبل ما تيجي تحطيه في الازايز لازم تضربيه ضربة كمان علشان ما يرقدش تحت ويبقى تحت جل بس. فاهمة؟ لان انا وقعت في الغلطة ديت فبقولك عليها. يعني قبل ما تيجي تعبيه بتضربيه ضربة كمان بايدك وتحطيها.